انت كده بتظلم ولادك يا جابر. انا استحملت بخلك وظلمك ليا وليهم طول السنين اللي فاتت دي، بس لحد كده وكفايه قوي. زي ما محمد وامنيه ولادك، دنيا ورامي كمان ولادك. والله رامي راجل ويقدر يعتمد على نفسه، ودنيا بكره هتتجوز وتكون مسؤوله من راجل، لكن دول يتامى، هم اولى. وبعدين من حكم في ماله ما ظلم. استنوا بس، استنوا قبل ما تسقفوا له وتقولوا له برافو وتحكموا عليا انا اني ظالمه ومفيش في قلبي رحمه. الموضوع مش زي ما انتوا فهمتوه، الموضوع حاجه تانية خالص. وعشان تعرفوا الحكايه يبقوا تعالوا احكيها لكم كامله من البدايه، وبعدها بحكموا عليا. بس الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا، وشير للفيديو في مواقع التواصل بتاعتكم لو حبيتوه. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا دعاء، متجوزة جابر من 35 سنة، وقتها كان أرمل، وعنده محمد وأمنية 5 سنين و3 سنين. ويعلم ربنا، يعلم ربنا على محبتي ومعاملتي ليهم كانت إزاي، كلها بما يرضي الله. حتى بعد ما خلفت منه دنيا وكنت كمان حامل في أخوهم الرابع رامي، وقت ما كنت في عز تعبي عمري ما قصرت معاهم زي ما هتشوفوا كده. جابر، أنا تعبانة قوي ومحتاجة أروح لماما تريحني شوية وتشوف طلبات الولاد. ماشي يا دعاء، روحي مفيش مشكلة، روحي انتي ودنيا، وأنا هشوف أختي بقى تبقى تاخد محمد وأمنية عندها لحد ما تشدي حيلك كده. إزاي يعني؟ إزاي تفرق الإخوات عن بعض؟ هي أمنية ومحمد مش زي دنيا برضو؟ لا، أنا هروح لأمي بيهم كلهم، ال3 ولادي. أيوة، بس كده الحمل هيكون تقيل قوي على مامتك، وأنا مش عاوزها تتقل من عيالي. عيب عليك يا جابر، عيب لما تقول الكلام ده. ماما عارفة إني لو رحت لها هروح بال3، هما هيكونوا معايا. وبعدين ينفع كده؟ ينفع كله يشوف إن هما ولادي إلا أنت؟ أنت الوحيد اللي عامل فرق. هو أنت يعني مش عارف غلاوة أمنية ومحمد عندي إيه؟ دول من غلاوة الدنيا بنتي، وكمان البيبي اللي جاي هيشرف ده، كلهم غلاوة واحدة يا جابر. عارف والله، وجميلك ده فوق راسي، وكفاية ثوابك عند ربنا فيهم، دول يتامى، وأنا فعلا أشهد لك وحق الله عمري في يوم ما حسيت إنك فرقتي في معاملتهم أبدا، أو إنك مش أمهم. ربنا يخليك لينا يا جابر، بس أنا كنت عاوزة أطلب منك طلب كده. خير يا دعاء، لو عاوزة فلوس أنا مش معايا، وكل يومين هبقى أعدي عليكي عند مامتك أجيب لكم طلباتكم كلها. أيوة، بس يعني على الأقل خلي معايا فلوس للطوارئ لو احتجت أي حاجة أنا ولا العيال، مش هينفع نستناك لما تجيلنا. يوه يا دعاء، ده انتي زنانة زن في موضوع الفلوس ده، ما بقاش عارف أخلص منك إزاي. خلاص، أنا هبقى أديكي بقى 100 جنيه، بس حرصي قوي عليها، خليها معاكي كده للضرورة وبس، سامعيني؟ وأنا هبقى أجيب لكم طلباتكم بقى كل يومين زي ما قلتلك. ماشي يا جابر، حاضر، ما تقلقش. أيوة، جابر طول عمره كان عيبه الوحيد هو إنه بخيل، بخيل جدا عليا وعلى ولاده، ده حتى بخيل على نفسه. وكنت لما يفيض بيا منه أروح لماما اشتكي لها وتقول لي معلش يا دعاء، اصبري يا بنتي، هتعملي ايه بس؟ انت حتى لو فكرتي تطلقي منه ما تفكريش انه هيديكي مصاريف ولادك بسهولة، ده قرشه غالي عليه قوي يا بنتي، وانت لوحدك يا حبيبتي، ولا أب ولا أخ يجروا معاكي في محاكم ولا حتى يساعدوكي في مصاريف ولادك. تعبت منه قوي يا ماما، حاولت كتير معاه ومفيش فايدة، مش عاوز يتغير أبدا. يا بنتي ده طبع، والطبع ما بيتغيرش أبدا. عيشي يا حبيبتي، عيشي وربي ولادك وولاده، ده كفاية ثوابك فيهم عند ربنا، وانتي شاطرة شاطرة وتعرفي تدبري أمورك. وفعلا فضلت أفكر ايه اللي ممكن أعمله أساعد بيه نفسي في العيشة مع الراجل ده. هو بقيت أعمل كده، شوية أخيط لبس وأظبط للناس هدومها، وشوية أجيب حاجات وأبيعها من البيت، لحد ما بقى ليا قرش، يعني مش قرش قوي، حاجة كده تساعدني لو تعبت أجيب لنفسي العلاج، بدل ما كان بيسيبني تعبانة كده ولا يسأل فيا. وهو بالمرة أفرح العيال بأي حاجة، بدل ما هو دايما كده مضيقها علينا، رغم إنه عنده تجارته وربنا موسع عليه، بس هنقول إيه؟ وعدت السنين والحمد لله الولاد كبرت على إيدي، وكنت أبص لهم وما صدقش نفسي. وجابر كان دايما يقول لي
انت يا دعاء يا بختك عند ربنا، يا بختك على تربية الولاد دول، ربتيهم وكبرتيهم زي ما يكونوا ولادك بالظبط. طيب ما هم فعلا ولادي، وعقبال ما تطمن يا رب كده على دنيا ورامي ونشوفهم زي محمد وأمنية. يا رب يا رب يا دعاء. مين كان يصدق، مين كان يصدق ان محمد يشتغل بره ويتجوز ويخلف، وأمنية كمان تتجوز تاجر كبير ليه اسمه، واشوف ولادها كده بيلعبوا حواليا. وادي كمان اهو ست دنيا كلها 2 وتحصلها هي وخطيبها، ويتبقى لنا رامي بقى يخلص جامعته هو كمان. يا راجل سمي الله كده، سمي الله وانت بتتكلم عليهم، احسن تحسدهم ولا حاجه، ما هو ما يحسد المال لاصحابه، ربنا يفرحنا بيهم وباولادهم. وفضلت الحياه مستقره بالشكل ده، وكل واحد من الولاد مستقر في حياته، أمنية مع جوزها وولادها، ومحمد في شغله بره مع مراته وولاده، ورامي فاضله 2 في الكلية. أما دنيا بقى 1.5 سنة وتروح هي كمان على بيت جوزها. لحد ما حصلت المفاجأة، المفاجأة اللي ما كناش عاملين لها حساب. اتوفى جوز أمنية وساب لها ولدين، وجابر كان زعلان قوي، زعلان علشانها، بس ما كنتش أعرف إن زعله على أمنية وحبه ليها هيخليه يظلم باقي إخواتها بالشكل ده. لما سألته وقلت له جابر أنا كنت عاوزة مبلغ كده، أصلي كنت عاوزة أنزل أجيب شوية حاجات من شوار دنيا، ما هو أنا لازم أبتدي بقى ألقط لها حاجة في حاجة كده عشان الحاجات ما تتكومش عليك. أنا مش معايا دلوقتي دعاء، وبعدين أنا عاوزك تأقلمي حياتك وحياة ولادك على قد المبلغ اللي عطيتهولك ده. مبلغ؟ مبلغ إيه يا جابر اللي أقلم نفسي عليه؟ ده أقل من ربع معاشك، ده أنا قلت عطتني الفلوس دي أمشي بيها نفسي اليومين دول لحد ما تديني تاني. لا، هما دول اللي هيبقوا معاكي كل شهر، وباقي معاشي كله هوديه لأمنية ولعيالها اليتامى. طيب هما باباهم الله يرحمه سايب لهم تجارة كويسة وعمارة من بابها ما شاء الله، يعني عندهم اللي يكفيهم وزيادة، لكن أنا وعيالك هنعيش ازاي بأقل من ربع معاشك بس؟ وكمان هتجهز بنتك ازاي؟ ولا انت ناوي يعني من مكسب تجارتك تشورها مرة واحدة ولا ايه؟ دعاء عشان الأمور كده تبقى واضحة للكل، أنا كل حاجة بملكها كتبتها لأمنية ولعيالها لأنهم أيتام وأنا عايزة أتكفل بيهم. هو أنت عاوز تشتري آخرتك بظلمك لولادك؟ ولاد أمنية يتامى لكن مش محتاجين، ما تبص عليهم الصدقة والزكاة لأن عندهم اللي يكفيهم ويفيد ما شاء الله. دعاء بقولك إيه، أنا خلاص قلت اللي عندي ومش عاوز حد يفتح معايا الموضوع ده تاني. أنت كده بتظلم ولادك يا جابر، أنا استحملت بخلك وظلمك ليا وليهم طول السنين اللي فاتت دي، بس لحد كده وكفاية قوي، زي ما محمد وأمنية ولادك، دنيا ورامي كمان ولادك. والله رامي راجل ويقدر يعتمد على نفسه، ودنيا بكرة تتجوز وتكون مسؤولة من راجل هي كمان، لكن العيال دي يتامى هم أولى، وبعدين من حكم في ماله ما ظلم. طيب الأول كمل رسالتك مع رامي ودنيا زي ما عملت مع أمنية ومحمد، جهز بنتك وصلها لجوزها، هو وقف ابنك على رجليه وبعدين انت حر بعد كده، لكن بالشكل ده انت كده ظالم. وحصلت مشكلة كبيرة قوي، وبعت لأخوه الكبير مدحت وحكيت له على كل حاجة حصلت، والحقيقة مدحت كان في صفي، غلط جابر وقال له اللي انت بتعمله ده يا جابر ظلم، ظلم بين، وبسببه هتعمل فتنة بين الأخوات، حرام عليك، اتقي الله في عيالك الصغيرين. يا سيدي أنا حر في مالي، أنا لسه عايش على وش الدنيا، وادي كل واحد اللي أنا عاوزه، مالي وهدد بيه بنتي وعيالها الأيتام، انتوا مالكم بقى؟ يا أخويا فهمني بس، الأيتام دول ما شاء الله عليهم أغنى منك، يبقى أنت ازاي هتتكفل بيهم؟ بس أنت ممكن تعوضهم عن حنان الأب، تسأل عنهم، تراعيهم، لكن ما تحرمش ولادك اللي مسؤولين منك وتشيل ذنبهم. وخلي بالك انت كده مش هتاخد ثواب كفالة يتيم، انت هتاخد ذنب ولادك اللي لسه في رقبتك ومحتاجين لك. في الوقت ده رن جرس الباب، وكانت وقتها أمنية هي اللي على الباب، وأول ما دخلت قالت معلش يا عمي اتأخرت على حضرتك. لا أبدا يا بنتي، انت جيتي في وقتك، أنا لسه كنت بقول لأبوك الكلام اللي قلتهولك. معلش يا عمي، أنا بس عاوزة أقول لماما دعاء حاجة الأول. طب اقعدي يا حبيبتي، خذي نفسك كده بس الأول، وانتم يا ولاد ادخلوا جوه يلا لخالتكم دنيا. أنا ما كنتش عاوزة اخد أي حاجة من بابا، بس هو اللي ألح عليا
وما كنتش اعرف ان ده كل اللي يملكه، وانه هيحرم اخواتي عشان يديني. ولما عمي كلمني وقال لي الكلام ده قلت له ان انا هاجي وارجع كل حاجه لاصلها، لاني ما اقبلش ابدا ان فلوس تفرق ما بيني وما بين اخواتي، ولا تخليني حتى اخسر الست اللي عوضتني عن وفاه امي وعمرها ما فرقت بينا. والله وعرفتي تربي يا دعاء. يا جابر، يا جابر، مراتك دي هي اللي كفلت ولادك الايتام، كفلتهم بحنانها وتربيتها ليهم كانهم ولادها بالظبط. يا امنيه يا بنتي، انا مش ضد ابدا انه يديكي اي حاجه، بس على الاقل يوصل اخواتك لبر الامان زيك انتي ومحمد كده، ومش عاوزه حاجه تانية منه. عارفه يا ماما، عارفه قصدك كويس قوي، عشان كده انا عملت تنازل لبابا عن كل حاجه اداهالي. كده برضه يا امنيه؟ معلش، خلي كل حاجه تمشي على اصلها وبشرع ربنا، عشان ما تفرقش ما بيني انا واخواتي يا بابا. وصدقني يا بابا والله انا خفت عليك من حساب ربنا، ولو حد يستاهل تكتب له حاجه فهي الست دي. الست دي هي اللي تعبت في تربيتنا ونستنا انها مرات ابونا، كانت ام لينا فعلا بمعنى الكلمه. وقتها فرحت قوي، فرحت بتربيتي اللي ما راحتش هدر. حقيقي احسن حاجه انكم تربوا ولادكم على الحق والحب، وبلاش تزرعوا ما بينهم ابدا حقد بتصرفات غلط، تصرفات غلط عقلكم مصور لكم انها صح. اسالوا، استشيروا قبل ما تاخدوا قرارات مصيريه ممكن يدفع ثمنها غالي قوي بعد كده. ده مفيش بعد الاخوات، حافظوا عليهم وعلى الترابط ما بينهم، ده المكسب الحقيقي اللي احنا كلنا مستنيينه.